يبدأ الفيلم وبنشوف راجل كان بيتخانق بشراسة مع المتشرد اللي كان مستحوذ عليه وحش. فجأة الوحش مد المجسات بتاعته بطريقة غريبة، وفي لحظة الوحش دخل بسرعة جوه جسم الراجل بالكامل. بعد ما الوحش دخل بطنه، الراجل رجع في ساعتها، وبعدين بص برعب على الراجل المتشرد اللي جنبه. التاني كان خلاص اتحول لموميا. اصحابه وصلتهم الاخبار وجريوا على المكان، بصوا على الجثة على الارض وسألوا الراجل ايه اللي حصل، لكن الراجل كذب وقال انه لسه واصل حالا. خبى الحقيقة ان الوحش دخل بطنه. كل الناس ما ركزتش في الموضوع قوي بعد ما سمعوا الكلام ده، وكانوا مستغربين ليه الراجل لسه بعقله رغم ان متسيطر عليه، وايه هو الوحش ده بالظبط. القصة بترجع لسنة 1814 لما جنود تابعين لنابليون هربوا بعد الهزيمة، لكنهم تاهوا بسرعة، والأسوأ انهم دخلوا بالصدفة غابات صربية مساحتها حوالي 30,000 هكتار، وما كانش فيه اي اكل ممكن يلاقوه جواها. في اللحظة دي ست ماسكة حصان ظهرت. الجندي كان لسه هيسأل عن الاتجاهات لما الست فجأة سألته اذا كانوا جعانين، وبعدين عرضت عليهم الحصان. الجندي وهو مستغرب اخذ الحصان ومشي. في اللحظة دي الست كشفت عن ابتسامة غريبة. بعد شوية الجندي رجع بالحصان للمعسكر، والتانيين جريوا بسرعة علشان يجهزوا لتقسيم الحصان علشان ياكلوه. فجأة وبدون اي مقدمات، اول ما السكينة اتغرست في الحصان انفجر في مكانه. في اللحظة دي الوحش اللي في اللحم المتعفن كشف عن شكله الحقيقي. الجنود خافوا وجريوا، لكن الوحش ما كانش ناوي يسيبهم، وبعدين ابتدى يصطاد الجنود بجنون. وبنعدي كام 100 سنة بسرعة. فريق من عمال التنقيب عن البترول وصلوا للجبال العميقة في صربيا، وبعد المراقبة اكتشفوا ان في كمية كبيرة من البترول قرب المصنع المهجور. عملوا قاعدة هنا. القائدة بتاعتهم اسمها إيميلي. بعد ما اتكلمت مع الفريق، إيميلي أمرت العمال إنهم يبدأوا الحفر على طول، لكن بعد ما مكنة الحفر اشتغلت بفترة قصيرة، ريحة شراب معفن نفاذة طلعت من تحت. كل الناس كانت مخنوقة ومش قادرة تفتح عينيها. إيميلي أمرت العمال يوقفوا في ساعتها، لكن بعد فحص دقيق ما كانش في أي حاجة غريبة. بعدين إيميلي أمرت إن مكنة الحفر تشتغل تاني، لكن فجأة صريخ حيوانات طلع من تحت، والمكنة ابتدت تطلع دخان كثيف. افتكروا إنهم ممكن يكونوا حفروا على حيوانات برية. في 2 معاهم شهادات عليا في البيولوجي وعلم الحيوان جريوا بسرعة على المكان أول ما سمعوا الخبر. المرشدة بتاعتهم نيا كمان جت معاهم. كانوا شايفين إن إيميلي لازم توقف الحفر على طول. في نفس الوقت تيدي وافق على طول، وقال إن ريحة الشراب المعفن اللي تحت دي أكيد بسبب الزبالة الكتير، واقترح إن كل واحد يلم الزبالة ويرتبها بانتظام. إيميلي بصت له وهي مش مصدقة اللي بتسمعه، وبعدين اقترحت بتهكم إنهم يحفروا حفرة زبالة ليه. وبدون أي مقدمات تيدي فعلا قال إنهم كانوا لازم يعملوا كده من زمان. مش بس كده، صوفيا ونيك وافقوا تيدي بشكل مفاجئ. إيميلي اتعصبت جدا، لكنها فهمت إنها هتضطر تتعامل مع الناس دي في المستقبل. فإيميلي شرحت لهم بصبر إن هيكون في منصة حفر هنا ارتفاعها عشرات الأمتار، وإنهم هيستخدموا التكسير الهيدروليكي علشان يستخرجوا البترول، وإن مش منطقي إنهم يعملوا حفرة زبالة جنبها. تيدي ضحك أول ما سمع الكلام ده، وبعدين إيميلي أمرت العمال يسحبوا لقمة الحفر. الغريب إن لقمة الحفر كانت متغطية بكتلة من اللحم والدم. إيميلي طمنت كل الناس بسرعة، وقالت إن دي أكيد مجرد صدفة، وإنهم أكيد حفروا على حيوان. لكن نيكولا حس إن في حاجة غلط في الموضوع ده، لأن حسب البيانات الجيولوجية بتاعت المنطقة دي كان في طبقة صخرية صلبة جدا تحت، وإن الحفر دخل جواها كذا متر، وإن مفيش أي حيوان ممكن يعيش في مكان زي ده. بعدين نيكولا أخد شوية عينات علشان يفحصها في المعمل. في الوقت ده تيدي وصوفيا كانوا بيلموا الزبالة في الغابة. كانوا مخططين إنهم يحفروا حفرة زبالة هنا، وهما بيبصوا بالصدفة كده تيدي وقف دانو اللي كان بيشغل الحفار في ساعتها، لأن شكله في حاجة بتتحرك جوه الحفرة، وكمان ريحة الشراب المعفن كانت أقوى من الأول. التانيين جريوا بسرعة أول ما سمعوا الخبر ولفوا حوالين الحفرة الكبيرة. كانوا بيجهزوا علشان يشوفوا إيه اللي موجود في الحفرة بالظبط. مش بس كده، ده اللي جوه الحفرة ابتدى يتكلم، وكان بيتكلم بالفرنساوي. إيميلي نادت تيدي على طول علشان يترجم لكل الناس. تيدي قال إن الراجل عمال يقول ساعدوني، ورغم ان ده كله شكله غريب الا انهم قرروا انهم ينقذوا الراجل. في اللحظه دي جون فكر كل الناس ان الراجل ده اكيد فيه مشكله، لان بني ادم ما يعرفش يعيش تحت الارض، وانهم ما يعرفوش خلفيته ايه بالظبط، وعلشان يكونوا في امان الافضل انهم يحبسوه في المصنع المهجور. لكن ايميلي ما وافقتش، تجاهلت كلام جون تماما. ايميلي مش بس رجعت الراجل، ده كمان رتبت ان كام واحد ياخدوا بالهم منه. بعدين تيدي جاب للراجل كوبايه ميه. الراجل كان منفعل جدا وعمال يقول كلام كتير. نيا طلبت من تيدي يترجم، لكن تيدي قال انه ما يعرفش غير شويه صغيرين ومش فاهم الجمله دي خالص. ما كانش في حد في القاعده بيتكلم فرنساوي، فالكل كانوا تايهين بجد. في اللحظه دي الراجل فجاه نط قدامه ومسك تيدي. نيك اتدخل علشان يهديه، وفجاه نيك رجع لورا بخوف وقال لتيدي والتانيين انه شاف مجس طالع من مناخير الراجل، لكن تيدي طنشه وقال ان ده اكيد مجرد مخاط ولخبط بينه وبين المجس. في اللحظة دي الراجل حس بحاجة غريبة ورجع قعد تاني وقال جملة. بالصدفة تيدي فهم الجملة دي وقال للكل ان الراجل بيقول ان في حاجة جواه. في الوقت ده ايميلي قربت والراجل كان عمال يعمل اشارات على رقبته، فالكل فهم انه بيتوسل ليهم انهم يقتلوه. نيك نادى ايميلي على طول وقال انه متأكد انه ما شافش غلط، في مجس فعلا طلع من مناخير الراجل،
وان الحاجه دي لازم يعملوا عليها ابحاث. وبعدين طلب من صوفيا تجيب ادوات، ونادى التانيين علشان يساعدوا نيك. وبعدين اخد عينه جلد من الراجل، وبعدين سحب شويه دم. نيك سال مين هيساعده يمسك الراجل. جون قام اول ما سمع الكلام ده، لكن اول ما مسك الراجل مجس طلع من مناخير الراجل. الكل اتصدم في ساعتها لما شافوا المنظر ده، فهموا ان في وحش طفيلي جوه الراجل. ايميلي امرتهم انهم يعزلوه بسرعه، وبعدين كام واحد وقفوا يحرسوه بالتناوب، واول ما الطريق اللي نازل من الجبل يتصلح هيلاقوا حد ياخده. وبعد ما الكل اتفرق، تيدي كان قلقان ان الراجل يكون جعان، فجهز له اكل عشاء. جون اللي كان جنبه قال لتيدي ان الراجل اكيد بيعاني من الوحش اللي جواه، وانهم لازم يسمعوا كلامه ويسيبوه يخلص على نفسه، وكمان الطفيل ده ممكن يعدي ناس تانية، وما ينفعش يسيبوا خطر مستخبي قريب منهم. ولما شاف ان تيدي ساكت، جون اقترح انه ياخد الاكل ويغير النوبه معاه، وبعدين اخد الاكل وغير مع ايميلي. الراجل ابتدى ياكل على طول اول ما شاف الاكل. في اللحظه دي جون طلع سكينه وابتدى يلعب بيها. الراجل كان بيطلب منه بالحاح بالفرنساوي انه يديها له. جون ساله اذا كان خلاص اخد قراره انه يخلص على نفسه. فجاه صوت قريب لفت انتباه جون. الراجل استغل الفرصه وخطف السكينه، لكن لما حاول ينهي حياته السكينه ما قدرتش تقرب من رقبته خالص. شكله كده الوحش اللي جواه ما كانش هيسمح له يموت. وبعدين الوحش مد المجسات بتاعته، وجون جري بسرعه بخوف علشان يمسك الراجل، لكن قلل من قوه الراجل تحت سيطره الوحش، والراجل ثبت جون على الارض. وبعدين المشهد اللي في الاول اتكرر تاني. ايميلي سالت جون اذا كان لمس الراجل. جون انكر على طول وقال انه ما شافش اي حاجه خالص، وقال انه كان لسه داخل الحمام. واول ما رجع الراجل كان اتحول لموميا. في اللحظه دي ايميلي قالت لجون ان ده وقت انه ياخد دش لسبب مش مفهوم. ده كمان بقى فيه ريحه شراب معفن. جون سال بحرج ازاي يتعاملوا مع الجثه. ايميلي قالت يسيبوها هنا دلوقتي، كده هيكون اسهل للشرطه انهم يحققوا في الموضوع بعدين. في اللحظه دي نيك استلم نتيجه التحاليل وراح لإيميلي بسرعة وهو فرحان. نيك قال إن تحاليل الدم كشفت إن جسم الراجل فيه أنيميا بسيطة، لكن في نتائج مهمة في تحليل أنسجة الجلد. اكتشفوا خلايا حقيقية، النواة مش بتاعت بني آدمين. الخلايا دي غالبا نوع من الطحالب اسمها الدينوفلاجيلات. الدينوفلاجيلات بتحب تتطفل على الكائنات التانية، وبتكون علاقة تكافلية مع كائنات تانية. وكمان من الناحية الجينية المخلوق اللي جوه ده ممكن يكون أخطبوط. نيك وصوفيا بقوا متحمسين أكتر، وقالوا إنهم أكيد هيلاقوا الوحش لو فهموا الأبحاث، وإزاي الوحش بيساعد البني آدمين إنهم يعيشوا تحت الأرض، وإن أكيد التاريخ هيخلدهم. مش بس كده، نيك كمان قال للكل إن لما لقوا الراجل طبقة المخاط اللي كانت مغطياه كانت زي الغشاء الداخلي لقشرة البيض، وده المفروض يكون حضانة الوحش. وبناء على النتائج الحالية نيكولا كان شايف إن الوحش ده أكيد من فصيلة راقية، لكن للأسف غالبا هيموت مع المضيف بتاعه. لكنهم ما يعرفوش ان الوحش ده كان خلاص اتطفل على جون. وعلى الناحيه التانيه جون ما كانش واخد باله من اي حاجه غريبه، لكنه كان عارف ان في طفيلي دخل جواه. فجون راح للمرايه علشان يبص على وشه. زميله اللي معاه في الاوضه ما كانش عارف حاجه، افتكر انه بيتمنظر، فكان بيهزر معاه على انه نرجسي. جون رد عليه وقال له ان الراجل اللي انقذوه كان فيه حاجه، وان نفس الحاجه دي بقت فيه. زميله ساله بسرعه ايه الحاجه دي، لكن جون قال انه مش متاكد، وان حتى ما كانش واخد باله قبل ما الحاجه دي تتبلع في بطنه. زميله افتكر انه بيهزر. جون كان عاوز يثبت كلامه، قال لزميله يشم ريحته. ريحه الشراب المعفنه دي دليل على وجود الوحش. زميله برضه مش مصدق وافتكر ان جون ما اخدش دش. جون اتعصب جدا لدرجه انه عاوز يثبت له باي طريقه علشان يسكت. زميله اقترح انهم يتصارعوا، يمكن الوحش يطلع لو شاف انه اقوى. جون حس ان كلامه منطقي، وبعد شويه ابتدوا يتصارعوا مع بعض. زي ما كان متوقع زميله كسب جون بسهوله، وسخر من جون على انه ضعيف. تحت تاثير الوحش جون فجاه ضرب زميله بالبوكس. زميله وقع على الارض بسهوله. الوحش شاف جون ملوش لازمه فضرب زميله اتسحب من مجس وخبط في الترابيزه ومات في ساعتها. جون اتصدم بخوف في لحظتها، لكن ما قالش لاي حد على اللي حصل. وتاني يوم جون جر جثه زميله لورا الجبل، ولما ما كانش في حد باصص عليه خطط انه يدفنه. لكن قبل ما يبدا لاحظ ان في عربيه جايه من بعيد. جون خاف قوي لدرجه انه جر الجثه في الكوخ اللي قريب، وبعدين اجبر نفسه انه يتصرف بهدوء ويتكلم مع الوافد الجديد. لكن بقع الدم اللي على هدومه لفتت انتباه زميله، وبعدين اكتشف الجثه ورا جون. دانكو شاف ان زميله مات ومسك المسدس بتاعه في ساعتها علشان يضرب جون. دانكو كان لسه هيلحق ياخد نفسه لما سمع صوت غريب من تحت العربيه. دانكو بص بسرعه في اتجاه الصوت، والوحش هجم عليه فجاه. وبعد ما الوحش تطفل على دانكو حس بيأس شديد، خطط انه يخلص على حياته، لكن تحت سيطرة الوحش ضرب النار بالغلط. في اللحظة دي ايميلي والتانيين وصلوا للمكان. بعد ما شرح لهم الوضع طلب منهم انهم يريحوا بسرعة، لكن ايميلي اخذت المسدس وما عملتش زي ما طلب، بالعكس راحت علشان تفحص الجثث. التانيين كانوا ماتوا بطريقة بشعة، وجون اتحول لكتلة من اللحم. ايميلي فضلت قوية ومتماسكة لما شافت كده، وامرت العمال انهم يرجعوا يجيبوا صندوق علشان ياخدوا الجثث معاهم. وبعدين ايميلي قربت من دانكو وطبطبت عليه بالراحة.
اول ما دانكو اطمن، ايميلي سالته ايه اللي حصل في الوقت ده. دانكو قال ان جون هو اللي كان متطفل عليه من الوحش في الاول، وان جون هو اللي قتل الاتنين، لكن دلوقتي الوحش اتنقل في بطنه هو. ايميلي اتصدمت لما سمعت ان الوحش تطفل على دانكو. الوضع كان بيسوء. في الوقت ده دانكو طلب من الكل انهم يقتلوه تاني، لكن محدش كان راضي يعمل كده. بعد شويه صوفيا استلمت الاخبار وجريت بسرعه، اخذت شويه من لحم جون وهي فرحانه، ودانكو مشي وراها للقاعده بعد ما الكل اقنعه. تيدي كان عاوز يكشف ان دانكو الوحش تطفل عليه، لكن ايميلي وقفته لان ما كانش في حد عارف في الوقت ده كام واحد الوحش تطفل عليهم فعلا، ولو عرفوا الناس هترتبك وده هيخليهم يقعوا في الفوضى بسهوله. ايميلي كانت شايفه انهم لازم يراقبوا الوضع دلوقتي ويستنوا نتائج ابحاث نيكولا قبل ما يعملوا اي خطط. فجاه عامل جري علشان يلاقي ايميلي، قال ان دانكو اتجنن وانهم ما يعرفوش هيعمل ايه. دانكو بقى زي القنبله الموقوته، والكل خايف ان القنبله دي تنفجر في اي لحظه، وعلشان يحموا الكل لوكا طلب انه يتعامل مع دانكو. ايميلي رفضت اول ما سمعت كده، فلوكا ادتها ساعه تفكر، واذا ما لقتش حل احسن في خلال الوقت ده هيضطر يقتل دانكو مع التانيين. وبعدين لوكا حبس دانكو. دانكو بص على الموميا اللي جنبه وحالته النفسيه اتدهورت اكتر. ايميلي سالته حجم الوحش قد ايه. دانكو رد انه حجم كره القدم، لكنه بيقدر يغير حجمه. اول ما المشاعر تخرج عن السيطره الوحش بيكبر وبيملى كل جزء في الجسم زي الاخطبوط اللي بيعصر نفسه في فتحه، وكمان الوحش بيحس بحركات الكل وعارف كل الحاجات اللي حواليه بتتعمل، ولو في خطر هيتطفل على مضيف جديد في ساعتها. في نفس الوقت صوفيا عملت اكتشاف جديد في الابحاث بتاعتها، كانت بتدور على المواد بجنون كانها افتكرت حاجه. في الوقت ده ايميلي نادت تيدي على جنب وقالت له انه شكله كده الوحش بيفضل الذكور، وان هي وصوفيا حاولوا كتير لكن الوحش ما ردش عليهم خالص. الوحش بيقدر يعيش بس بالتطفل على جسم الذكر. وعلى الناحيه التانيه نيك قرب من دانكو وهو عمال يفكر ازاي الابحاث بتاعته هتبهر العالم، ونيك ما كانش قادر يمسك نفسه من الضحك. دانكو طلب منه يساعده يشيل الوحش، لكن نيك قال ان دانكو لازم يحس انه محظوظ. اصل بعد ما الوحش اتحد مع الراجل اللي طلعوه من الارض حط البيت بتاعه جوه جسم الراجل، واول ما الراجل طلع من الارض صغار الوحش فقسوا كمان، ودلوقتي الوحوش الصغيره دي اتنقلت جوه جسم دانكو. نيك شايف ان دانكو من واجبه يربي الوحوش الصغيره لغايه ما تقدر تعيش لوحدها بره جسم بني ادم. الكلام الغريب الغير منطقي ده خلى الكل مصدوم. صوفيا ما بقتش تدافع عن المرشد بتاعها تاني واتهمته انه اتجنن علشان الشهره والفلوس، لكن نيك ما كانش راضي يسمع وشاف انهم بيغيروا منه. وبعدين نيك هدد الكل وقال ان اي حد هيجرؤ يأذي الوحش الصغير مش هيسامحه. وبعد شويه الوقت اللي حدده لوكا خلص، وباستثناء كلامه المجنون ما قدمش اي حلول مفيده، فايميلي اضطرت تخلي لوكا ياخد دانكو في ساعتها. وبعد ما ايميلي شرحت كام حاجه لشويه ناس قالت للوكا انه لازم ياخد باله قوي من نيا وانهم لازم يفضلوا بعيد وهم بيضربوا دانكو. وبعدين لوكا والتانيين اختاروا مكان لدانكو ورا الجبل، لكن واضح انهم كانوا نسيوا تحذير ايميلي من زمان، وخوفا من ان دانكو يهرب قربوا منه وهم متعمدين. دانكو حذرهم انهم يبعدوا عنه لكنهم ما سمعوش، ولما شافوه بيرجع لورا ضربوه بالنار في ساعتها علشان يقتلوه. بعد كام طلقه دانكو انفجر. كانوا متلخبطين من المنظر الغريب ده وما فهموش ليه دانكو اتحول لعجين زي جون. علشان يعرفوا ايه اللي بيحصل دوروا على المكان بحثا عن اي دليل. فجأة عامل وقع على الارض وهو بيصرخ. الناس اللي قريبين منه جريوا بسرعة علشان يشوفوا ايه اللي حصل. اكتشفوا انها مجرد كدبة، لكن في الثانية اللي بعدها الراجل شاف الوحش وكان لسه هيضربه بالنار، لكنه ضرب زميله بالصدفة. في نفس الوقت نيك اللي كان محبوس في أوضة سمع صوت طلقات النار وعيط وافتكر انهم قتلوا الوحش، ولعن ان الانسانيه ما ينفعش تحتكر الارض وانهم ليه بيقتلوا كل المخلوقات اللي بتشكل خطر عليهم. والكلام اللي قاله نيكولا بعد كده كان مرعب اكتر. صرخ وقال ان الاخطبوط ممكن يبيض الاف البيض في المره الواحده. على الناحيه التانيه لوكا والتانيين سمعوا صوت طلقات النار وجريوا على المكان، لكنهم لقوا ان العامل خلاص مات. بصوا حواليهم بخوف وبعدين اتفرقوا علشان يشوفوا اللي حواليهم. ولما الراجل الاصلع وصل تحت شجره سمع صوت غريب من فوق. بص لفوق، واحده ست كانت قريبه وسمعت الصوت، جريت على المكان وفهمت ان الراجل الاصلع متطفل عليه، فضربته بالنار في ساعتها علشان يموت. في اللحظه دي الوحش حاول يتطفل على الست، لكن لما فهم ان نوعها غلط هرب. الست ضربت على الوحش بالنار في ساعتها. لوكا وصل وافتكر ان الست متطفل عليها فضرب عليها النار بدون تردد. وبعدين لوكا اللي فضل لوحده رجع للقاعده. ايميلي سالته بسرعه فين التانيين. قبل ما اي حد يرد نيك نط لقدام فجاه وسال اذا كان الوحش مات. لوكا فضل ساكت اول ما سمع كده واتحرك من قدامهم علشان يمشي. ولما شاف ان لوكا مش راضي يتكلم ايميلي اضطرت تاخد الكل لورا الجبل. نيك كان عمال يمشي ورا لوكا ويساله عن الوحش. لوكا ما كانش عاوز يسمعه بيتكلم خالص، فصرخ بغضب وقال ان كل زمايله ماتوا بسبب الوحش ده وان الوحش دلوقتي دخل بطنه.
وما يعرفش يرجع بيته تاني. نيك انتبه اول ما سمع كده وطلب من لوكا بسرعه انه يسيب الوحش عايش. لوكا ما كانش عاوز يضيع وقته في كلام فارغ ونادى ايميلي على طول علشان يبلغ رسالته الاخيره. وبعدين لوكا وهو يائس نزل في البحيره، وبعد ما لوكا مات جسمه انفجر في ساعتها. نيك قرب علشان يشوف الوضع، فجاه الوحش مد مجس ولفه حوالين وسطه. نيك في اللحظه دي خاف جدا وطلب من الطلبه انهم يقتلوا الوحش فورا. صوفيا رفعت السكينه وطعنت بيها الوحش، لكنها قطعت بطن نيكولا بدل الوحش. الوحش كان بيجهز علشان يدخل في الجرح، وايميلي طلبت من تيدي والتانيين انهم يجروا بسرعه. في اللحظه دي نيكولا كان مات خلاص، والوحش كان لازم يطلع علشان يلاقي مضيف جديد. هجم على ايميلي، لكن لما فهم انها ست سابها لوحدها. وعلى الناحيه التانيه تيدي وصوفيا كانوا بيهربوا بجنون، والوحش كان بيطاردهم باصرار. في الاخر بنشوف تيدي قاعد يائس في البانيو وصوفيا ساكته جنبه. الجورنال اللي على الارض بيوضح ان فريق التنقيب عن البترول قابله حادثه غامضه، وان 10 افراد ماتوا في ظروف غريبه. واضح ان الوحش نجح في التطفل على تيدي. والفيلم